اقامه زباله. لا افهم، زباله. ايوه، هي مش قالت لكم ان ده هاني مون؟ ليه لما دخلنا ما لقيناش الفوط على هيئه ارنب؟ ها؟ أرنب؟ لا دي اقامه مش حلوه. اقفل اقفل اقفل. بيني وبينكم الريت. قال يعني الفوطه هي اللي معطلاك. بص، انا ما كنتش عايزه اوترك، بس الحلم شكله هيتحقق. حلم؟ أنا حلم فيهم؟ حلم حجاج. يا نهار اسود، حلم حجاج يتحقق ليه؟ ليه حلم حجاج؟ يعني دونا عن الاحلام اللي بحلمها طول عمري بالشقه والعربيه والغنى اللي يتحقق حلم حجاج مش هينفع يتحقق. اصلك ما تعرفيش انا شفت ايه في الحلم. لا عارفه. يا نهار اسود. قال لك قدامه قد ايه؟ قال لي داخل علينا. ولما هو يدخل علينا ادخل انا عليك ازاي؟ ازاي؟ انتوا ضاغطيني جدا. يا حبيبي ما انت لازم تتعلم تشتغل تحت الضغط. الجمله دي اقولها في انترفيو، ما اقولهاش ليله دخلتي، ما ينفعش. يا عماد، انا عارفه صوته لما بيبقى ناويها، المعلم جاي وناويها. ايه الجمله دي؟ ايه الجمله دي؟ انا اخر مره سمعتها كان حماقي بيقولها، كان بيقول انا جاي لك وانا هظبط. شوف انت بقى ظبطة المعلم. يا نهار اسود. قال لك قدامه قد ايه؟ قال جاي دلوقتي. انت طالبه حاجه غير حجاج؟ هو حجاج. يا ليلى كانت جامده قوي كده. اصلهم ما عملوش الفوط على هيئه ارنب. أنا اللي عملت كده في نفسي. أنا اللي خليت شكلي بقى صغير قوي 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 مع نفسي. تخيل. تخيلت. ما تهودنيش كده، سيبني أكمل كلامي للآخر. كملي. أنا بفكر إني أروح لدكتور نفساني، بس تكون واحدة ست. أنا ما أحبش أفضفض وأقول اللي جوايا قدام راجل. ما تقوليش إيه؟ امال انا ايه؟ أنت أجري، أنت ولا حاجة. أنت لو فكرت تفتح الموضوع حتى مع نفسك، تاني يوم هنصلي عليك في السيدة نفيسة. صليت. طب بقول لك يا معلمه، هو مش حجاج ده كان في يوم من الايام زي كده؟ كان شغال معاكي وكان تحت رجليكي وانت اللي كبرتيه واتجوزتيه. ما ينسيش الست الراجل غير راجل زيه، وانا نفس الشيء، لكنك تحبين حجاج. ما تتجوزيني. قوم اقف. وقفت. حجاج القط مش فردة كاوتش تتبدل، حجاج فردة شبشب قلعتها فنزلت على دماغي. هات لي التليفون من عندك وغور من وش سعادي. موبايل وغرت. ما ترددش الكلام. ما برددش. Your friend للدعم النفسي كوثر مع حضرتك؟ كويس انك انت واحدة ست، اصلي ما بحبش اتكلم قدام رجالة. والله انتي سكر. وانت غزل البنات. هم تيكا تيكا 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 هم.
مش معنى اني تركت عالم المخدرات اننا مش اخوات ولازم نسأل على بعض. ازيك يا دكتور؟ بخير. ايه نويت ترجع؟ لا بس قلت اجي اخد معاك نفسين كده. انت بتصيع يا دكتور؟ انت جاي ليه؟ عشان خايف عليك وعاوزك تتوب. انت خلاص محدش ماسك عليك حاجة، خلصت من كل فلوسك وكلاكيعك، وحاليا معاك شهادة دكتوراه قد الدنيا، وعندك سوبر ماركت، وانت اصلا طموحك محدود. عليك من ده بايه؟ ما تيجي نتوب. تعال نتوب مع بعض يا اخويا ونعيش حياة هادية. انا اجيب لك عيل يقول لك يا عمو، وانت تجيب لي عيل يقول لي يا سلطان. اشمعنى يعني؟ ما بحبش كلمة عمو دي، تكبرني. وبعدين ايه اللي خدناه من تجارة الحشيش؟ تصيطة وكرامة وفلوس زي الرز، وكل اللي انت عايزه هتلاقيه. بس حرام. انما بقى تعالى فكر معايا، ايه اللي هناخده من التوبة؟ ايه؟ والله العظيم الحشيش حرام. انا مشيت معاك في طريق الشر، جرب تمشي معايا في طريق الخير. ما انا اكيد ان شاء الله هتوب، بس لما ربنا يأذن. بقول لك ايه صحيح، الولا صاحبك ده هنعمل ايه معاه؟ انا قلت لك سايس ودلعه، هتشوف الفرق. واسمع من اخوك مرة. ماشي. انا هتحرك دلوقتي عشان سايب كوثر لوحدها. ايه الأورج اللي معاك ده؟ لا ده تابلت، يعني لقيت عليه عرض ما يتفوتش كده فقلت اجيبه. تخيل حجاج ده تاب وانت لسه. توكل على الله يا دكتور. ماشي يلا سلام. سلام. انت عارف يا وائلي، انا مبسوط ان في ناس دخلوا الشغلانه ولو اني ما اعرفهمش، بس هعرف. طب وايه اللي يبسط في كده حضرتك؟ الحصان لما بيجري لوحده بتبقى سرعته 60 كيلو في الساعة، انما بقى لو في حصينة بتجري جنبه سرعته ممكن توصل 65 70 كيلو في الساعة. ما يحمسونا شوية. رد. ايوه. عرفنا مين العيال اللي بتوزع في المحافظات. ليه يا شيخ؟ مين؟ جوز حنوتية. ابعت اجيبهم لك؟ وهي دي عايزة كلام. اهو نتعرف.